السلام عليكم ورحمة الله. بحب أرحب بأصدقائي من الطلبة والطالبات الصف الرابع ابتدائي. كمان برحب بأعزائي من الآباء والأمهات الموجودين معانا. حلقة الفيديو دي يا أصدقائي خاصة بالتدريبات والتمارين على الدرس الأول الوحدة الثانية، الدرس بعنوان خواص عملية الجمع. وعشان ما نضيعش وقت تعالوا بسرعة ندخل على التدريبات والتمارين. ده يا أصدقائي الجزء الأول من التدريبات. قال لك إيه؟ بيقول لك اختار الخاصية الصحيحة من خواص عمليات الجمع التالية. ومديك أنا ألف خاصية العنصر المحايد الجمعي، ب خاصية الدمج، ج خاصية الإبدال. أول واحدة أولا ديت 13 زائد 7 زائد 5. عمل إيه الراجل بين القوسين دول؟ دمج 7 مع إيه؟ مع 5 يساوي 5 زائد 17. 5 زائد 7 زائد 13. تمام كده؟ طبعا احنا في الحالتين الطرفين كل واحدة فيهم هتساوي كام؟ هتساوي 25. دي هتساوي 25 ودي هتساوي 25. هو عمل ايه الراجل؟ مرة دمج الخمسة مع السبعة ومرة دمج ايه؟ ال 13 مع السبعة. إذا في الحالة دي الخاصية هنا كانت خاصية ايه؟ كانت خاصية الدمج. دي خاصية الدمج اللي هي رقم كام؟ رقم ب. يبقى دي ايه؟ لحظة واحدة. أول واحدة اللي هي رقم ب اللي هي ايه؟ اللي هي خاصية الدمج دي. طب تاني واحدة 20 زائد 45 يساوي 45 زائد 20. دي ببساطة عملية ايه؟ عملية إبدال. ببدل الأرقام، جبت ال 20 مكان ال 45 وجبت ال 45 مكان ال 20. يبقى دي خاصية الإبدال اللي هي ج. يبقى دي ايه؟ ج اللي هي دي. تالت واحدة 217 زائد 0 بيساوي 217. دي ببساطة عملية ايه؟ دي ليها علاقة بايه؟ بخاصية العنصر المحايد الجمعي اللي هي ألف. تمام كده يا شباب؟ اللي هي دي. تمام كده؟ الموضوع بسيط جدا وسهل جدا ومفيش فيه أي حاجة. تعال نشوف الجزء اللي بعد كده. ده يا أصدقائي الجزء الثاني من التدريبات. حل المسائل التالية باستخدام خواص عمليات الجمع. ألف 23 زائد 17 زائد 15. تعال نقول كده، ممكن نعمل حاجة زي كده. هنقول يساوي، نحط كده 23 زائد 17 بعد كده زائد 15. صح؟ 23 و 17 كام؟ 23 و 17 40. يبقى دي 40 زائد 15 يساوي 55. مظبوط كده؟ تمام. تعال نشوف اللي بعدها. كده خلاص ألف خلاص. 42 زائد 65 زائد 38 يساوي، نجيب 65 في الأول زائد 42 زائد 38. 42 و 38 يساوي كام؟ يساوي 80. يبقى 80 زائد 65 هتبقى 145. 1 4 5. ماشي؟ طيب كده دي خلاص. يساوي 68 زائد 32 زائد 155. 32 و 68 كام يا شباب؟ يساوي 100. 32 و 68 بيساوي 100. يبقى 100 زائد 155 هتبقى 255. 255. تمام كده؟ تمام. كل اللي بعمله ايه؟ بجيب الاعداد اللي شبه بعضها اللي ممكن تتجمع بسهوله، بحطها بين قوسين، بدمجها بين قوسين. ده اللي انا كنت كل اللي بعمله. انا 23 و 17 دول لما اجمعهم هيدينا 40 فخليتهم مع بعض. هنا ال 42 وال 38 لما اجمعهم هيدي 80 فخليتهم مع بعض.
هنا ال 68 وال 32 لما اجمعهم هيدوني 100، خليتهم مع بعض وهكذا. ده اللي انا بعمله مش اكتر من كده. ماشي. شوف الاخيره بقى يساوي 57 دي زائد 643 زائد 120. 57 و 43 لوحدها 100، يعني لو انا خدت ال 43 دي وال 57 دي لوحدها يعملوا 100، وهنا في 600 لان 643، يبقى العدد ده كله 700. يبقى العدد ده كله ايه؟ 700. وهنا 120 دي 120 يبقى كام؟ يبقى 820 ببساطة كده. 820. يبقى انا زي ما بقول لكم يا اصدقائي انا بجيب الارقام اللي هي والاعداد القريبه من بعضها اللي هي بتتجمع بسهوله، بحطهم مع بعض، بدمجهم بين قوسين مع بعض وبحسبهم لوحدهم، وبعد كده بجمع عليهم ايه الرقم التاني. يعني زي ما احنا قلنا كده 23 و17 دول ايه ارقام ممكن لو ضمناها ودمجناها مع بعض تديني ايه سهل، رقم سهل ان انا ايه اجمعه. 23 و17 تديني 40، وهنا ال 42 وال 38 دمجناهم مع بعض عشان هتديني 80، وهنا ال 68 وال 32 دمجناهم مع بعض عشان هتديني 100، وهنا ال 57 حطيت معاها 643 ليه؟ لأن أنا عارف 43 و57 ب 100 وال600 دي هيبقوا 700. 700 زائد الرقم الجديد ده أو البعيد ده ال 120 هتبقى هي 820. يبقى أنا ببساطة بشوف الأعداد اللي أنا لو دمجتها وضمتها مع بعض تتجمع بسهولة، بحطها بين أقواس وأقول دي هندمجهم أو هنحطهم مع بعض وأحسبهم لوحدهم وبعد كده أجمع عليهم إيه الأعداد التانية. بالطريقة دي بقت العملية سهلة إن أنت ممكن توصل لنتيجة الجمع لأي مجموعة من الأرقام بسهولة. ماشي كده يا شباب؟ وضحت الفكرة؟ تمام كده؟ تمام. ده الجزء الثالث من التدريبات. تعال نشوف كده. الراجل بيقول لك إيه؟ أكمل بوضع علامة يساوي أو لا يساوي في المكان المناسب. زي الفل. تعال نشوف ألف كده. 15 زائد 240 كام؟ 255. مظبوط كده؟ 255. طيب 240 و15 برضه 255. تمام كده. يبقى دي بيساوي دي. اقدر احط هنا كلمة ايه؟ كلمة يساوي. زي الفل كده. خلصنا ألف. ماشي. طب ب 135 ناقص 15 بيساوي 15 ناقص 135. هي 135 ناقص 15 كام؟ بتساوي 120. طب 15 ناقص 135، وانا ينفع اطرح من ال 15 رقم اكبر منها؟ يعني اطرح من 15 135. 15 برتقانه اخد من 135 برتقانه؟ طبعا ما ينفعش. صح ولا مش صح؟ المساله دي بتفكرك بحاجه. فاكر لما قلنا ان خاصيه الابدال ان احنا نبدل رقمين مع بعض، الخاصيه دي لا تنطبق على عمليات طرح، تنطبق فقط على عمليات الجمع. يعني أنا ممكن أقول 135 زائد 15 و15 زائد 135، إنما هنا طرح، وبالتالي إيه عملية الإبدال دي لا تنطبق على الطرح، وبالتالي أقدر أقول ببساطة إن ده لا يساوي ده. هو فعلا لا يساوي. ده هيديني 120، ده هيديني 120، إنما ده مش هيديني 120، ده مش هيديني رقم، مش هيديني حاجة خالص، لأن هنا عايز يطرح من رقم صغير رقم كبير وده ما ينفعش. تمام كده؟ تمام. طب تعال نشوف دي بقى تانية. 165 ناقص بين قوسين 45 ناقص 20. طب تعال نفك اللي بين قوسين دوت. هي 45 ناقص 20 كام؟ دي تديني 25 صح؟ 45 ناقص 20 تديني 25. طب لو انا جيت اطرح 165 ناقص 25 تديني كام؟ تديني 140. تديني 140. يبقى المجموعة دي كلها ايه؟ تديني ايه؟ 140. لان انا حسبت اللي جوه قوسين 45 ناقص 20 بيساوي 25، وبعد كده 165 دي ناقص ال 25 بتساوي 140، يبقى المجموعة دي كلها تساوي 140. طب تعال نشوف المجموعة التانية.
165 ناقص 45 تديني كام؟ 165 ناقص 45 تديني 120. 120 ناقص 120 ناقص ايه؟ ناقص 20 تديني، يبقى تديني كام؟ تديني 100. يبقى هنا الطرف الشمال ده يساوي 140، طلع 140، والطرف التاني ده طلع ايه؟ طلع 100. يبقى اكيد ال 140 لا تساوي ال 100، فقول هنا لا يساوي. لا يساوي. انا عايز افكرك بحاجه، فاكر لما اتكلمنا على خاصيه الدمج وقلنا انها تنطبق على عمليه الجمع ولكنها لا تنطبق على عمليه طرح؟ وهنا اللي حصل، الراجل عمل عمليه دمج، مره دمج ال 45 مع ال 20 ومره دمج ال 45 مع ال 165، صح؟ وفي الحالتين ايه؟ في الحالتين الرقم الاجمالي اللي هنا طلع مختلف عن الرقم الاجمالي هنا. ليه؟ لان احنا قلنا ببساطه ان عمليه الدمج لا تنطبق على ايه؟ لا تنطبق على عمليات الطرح. وبالفعل لو انت عملت عمليه دمج على اي عمليه طرح تلاقي النتيجه اللي على الشمال مختلفه عن النتيجه اللي على اليمين. وفي حالتنا النتيجه اللي على الشمال طلعت 140، والنتيجه اللي على اليمين طلعت 100. تمام كده يا شباب؟ تمام. طب تعالوا نشوف الجزء الاخير. احنا كده خلصنا من ب وج. تعالوا نشوف كده الجزء الاخير ده. 175 ناقص 0، 175 ناقص 0 بتساوي كام؟ بتساوي 175. طب 0 ناقص 175، وانا ينفع اطرح من الصفر 175؟ على حسب علم احنا ما درسناش حاجه زي كده لحد دلوقتي. الصفر ما ينفعش اطرح منه حاجه، ماشي؟ في الوقت الحالي اللي احنا درسناه ما ينفعش اطرح حاجه من الصفر، وبالتالي حتى لو احنا قلنا ان هيطلع نتيجه، فالنتيجه بالتاكيد هتبقى مختلفه عن دي 175. ومستحيل حتى لو انت درست حاجات متقدمه وعرفت ان انت ممكن تطرح حاجه من الصفر عمره ما يديك ال 175. يبقى في جميع الحالات الطرف دوت مش هيساوي الطرف ده، وبالتالي انا اقدر اقول ببساطه ان ده لا يساوي ده. ماشي؟ فاكرين من شويه برضو احنا قلنا ان هي ده اللي بيسموه عنصر المحايد الجمعي، وقلنا عنصر المحايد الجمعي لا تنطبق على عمليه الطرح. لو كانت دي زائد صفر، 175 زائد صفر، وهنا صفر زائد 175، كلك دي تساوي دي. ليه؟ لأن خاصية العنصر المحايد الجمعي بتنطبق على الجمع ولكنها لا تنطبق على عمليات الطرح. واحنا بالفعل لما جينا نحسب الطرف دوت 175 ناقص صفر بتساوي 175، انما صفر ناقص 175 ما تنفعش. صح يا شباب؟ تمام كده؟ تمام. ده يا أصدقائي الجزء الرابع والأخير من التمارين بتاعتنا والتدريبات. يقول لك إيه الراجل؟ اشترى أخوك مجموعة من الأدوات من المكتبة، وكانت التكلفة لهذه الأدوات هي 32 و46 و28 و54 جنيه. كيف يمكن تجميع هذه الأعداد بطريقة تسهل عملية الجمع؟ كيف يمكن تجميع هذه الأعداد بطريقة تسهل عملية الجمع؟ اكتب الخاصية المستخدمة في كل خطوة من خطوات الحل. تعالوا نشوف احنا عايزين نجمع الأرقام دي بطريقة تسهل لنا عملية الحل. زي ما هو قال لنا كيف يمكن تجميع هذه الأعداد بطريقة تسهل عملية الحل. تعالوا نفرض إن مجموعة الحاجات دي هتساوي ولكن إيه؟ هنسميها إيه؟ هنقول إيه يساوي، ونحط الأرقام 54 زائد 28 زائد 46 زائد 32. ماشي؟ طيب يساوي، تعال نبدل ايه، نعمل عمليه ابدال كده بحيث نجيب الحاجات اللي شبه بعض جنب بعضها. هنقول 54 ونجيب ال 46 جنبها زائد 46 زائد 28 زائد 32. بالخطوه دي انا عملت ايه؟ عملت تبديل، جبت حاجات، جبت 46 مكان 28، فدي خطوه ايه؟ ممكن نسميها خطوه ابدال. دي ايه؟ استخدمت خاصيه الابدال. تمام كده؟ تمام. طيب يساوي، تعالى بقى نجمع حاجات شبه بعض. هنقول 45 زائد 54 زائد 46، هنحطهم مع بعض بين قوسين يبقى كده عمليه دمج، زائد
28 زائد 32 بين قوسين، برضه عملية دمج تانية. ماشي، يساوي 54 و46 كام؟ 54 و46 100 صح؟ زائد 28 و32 كام؟ تبقى 60. ماشي، يبقى كده عندي 28 و32 60 و54 و46 ادتني 100، يبقى المجموع كام؟ المجموع ببساطة 160. والخاصية دي كانت خاصية ايه؟ كانت خاصية ايه؟ حد يقول لي كده خاصية ايه؟ فكرني كده. خاصية دمج. احنا كده عملنا ايه؟ استخدمنا خاصية الإبدال في أول واحدة، وبعد كده خاصية ايه؟ الدمج بعد كده. يبقى احنا كده ببساطة جمعنا الأرقام بطريقة تساعدنا إن احنا نوصل للحل بسهولة. عملنا ايه؟ أول حاجة عملنا بدلنا الأرقام. ال 46 دي جنبها حطيناها جنب ال 54، تبقى 54 زي 46. و 28 حطيناها جنب 32. ليه؟ عشان بعد كده الخطوة الجاية نعمل عملية دمج. فقلنا 54 زي 46 على طول، ادي حطيتها بين قوسين. لما جيت جمعت ال 54 و 46 ادتني 100. ولما جيت بعد كده قلنا عملنا 28 و 32 دمجناهم في قوس، وجينا بعد كده جمعناهم ادتني 60. فبقت الموضوع هنا 100 وهنا 60، بقت 160، فبقى الموضوع سهل. انما لو انا كنت جمعت الارقام كده قبل ما اعمل العمليات دي كنت هتبقى الموضوع اصعب، وكان ممكن كمان اتلخبط فيها. يبقى انا كده بطريقه استخدمت انا كده خواص عمليات الجمع، ان انا اجمع الاعداد بطريقه بسيطه. ان انا ابدل الاعداد الاول مكانها، كل واحد احطه في المكان المناسب، وبعد كده ادمج مجموعه اعداد مع بعض. ده ادمج المجموعتين دول مع بعض والرقمين دول مع بعض، عشان في كل مجموعه يتم دمجها او ضمها مع بعض. هيطلع في الاخر المجموعه سهل ان انا ممكن ببساطه احسبه. وبالتالي لو دي ادتني رقم ودي ادتني رقم، الرقمين في الاخير اجمعهم مع بعض تبقى العمليه سهله. زي ما انا كده خدت رقمين هنا جمعتهم مع بعض ادتني 100، وانا رقمين هنا جمعتهم مع بعض ادوني 60. في الاخر عملت ايه؟ جمعت ال 100 زائد 60. تمام كده يا شباب؟ واضح كده الفكره؟ طبعا زي ما انا قلت لكم الموضوع بسيط وسهل، وممكن اي حد يفهمه بسهوله ويحل اي مسائل عليه، سواء كانت المسائل دي مسائل عاديه في الكتاب، او حتى لو جات لك اي مسائل في الامتحان عليها يبقى سهل. الدنيا بسيطه وسهله. ويعني اتصور ان لو اي حد فيكم من الناس اللي معايا دلوقتي ان هو يكون فهم الدرس كويس ويقدر يحل عليه بشكل جيد يعني. تمام كده؟ تمام. بكده يا أصدقائي يكون انتهى الجزء الخاص بالتدريبات والتمارين على الدرس الأول، خواص عملية الجمع. أتمنى أن تكونوا استفدتوا وتكون التدريبات والتمارين مفيدة لكم. بحب أشكركم على وجودكم معنا. وقبل ما أسيبكم بحب بس أفكر كل الأصدقاء اللي لسه ما اشتركش في القناة، يا ريت تشترك دلوقتي في القناة ويفعل الاشتراك ويدوس على اللايك وزر الجرس علشان يجيلكوا كل الدروس والفيديوهات اللي بننزلها. بشكركم مرة تانية وأشوفكم إن شاء الله في الدرس القادم.